أحيا. رعاك الله يا نوبة مساحات فضائية. نوبيون ما زلنا رغم مرارة المشوار سنبحر في مياه النيل وفي الذكرى ملوك الدار. فترهاق يحدثنا بأن المجد في الأغوار، ولكننا سنخرجه ونعرضه على الأنظار. أسكاجلو ويفيدلو سرنا نداك منه. نوبة ملي سلام، نوبة شمال، نوبة جنوب، جبالنا نوبة الجبال. ونحيي هذه الوجوه النيرة التي مثلت بيننا حضورنا في احتفالنا اليوم، اليوم النوبي العالمي بتاريخ 7/7. فلا بد لنا أن نقف في أهمية هذا اليوم ورمزيته. إنه ثمرة جهود مسيرة نضالات الشعب النوبي شيبا وشبابا عبر الأزمان بإعلان ميثاق الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصيلة الصادر بالقرار 61-295 بتاريخ 13 سبتمبر 2007. وبهذه المناسبة أحيي جميع السودانيين، السودان الذي يجمع جميع الشعوب بالحب والأمان، وسودان يسعى الجميع. الآن ندخل في كلمة اللغة النوبية، ولكنها إن شاء الله ما عايزينها تكون لغة عادية، يعني مع محاضرة. هنحاول نطلع سياحة معرفية لمعرفة تاريخنا المدفون، ونحن نطالع النسب الشريف وغيره، ولكن نسبنا العتيق مدفون في الأغوار كما تحدث ترهاقا. والآن إلى مداخل المحاضرة، ما قبل أن نعرف يا إخواننا الحضور لو سمحتوا، الحضور لو سمحتوا نسمع. والله محاضرة خفيفة وقصدت إني أطلع بها بحاجة ظريفة، يعني ما حتكون مملة صدقوني، يا ريت لو تسمعونا. قبل ما نتكلم عن أدوار المرأة الكوشية النوبية في صدر التاريخ وأدوارها العتيقة، لابد أن نعرف ما هي كوش. كوش تاريخيا وجغرافيا لابد أن نعرفها. تاريخيا تلك الحدود الجغرافية ما قبل الاستعمار طبعا، اللي هي بتبدأ كانت يا اخوانا لو سمحتوا جنوب الشلال الثاني إلى أذون إفريقيا، وحكمت تاريخيا إلى أذون البحر الأبيض المتوسط، وحررت أورشليم اللي هو قدس اليوم. الآن لابد أن نعرف كيف تكونت مملكة كوش. ما قبل مملكة كوش الدولة الرسمية في ممالك، هو كان العهد عبارة عن عهد عشائري، فكانت عبارة عن ممالك قديمة اللي هي دي الممالك ما قبل التاريخ. في التاريخيا تعرف الفكرة بالواوات أو الأسرات، اللي هي مملكة تانحسي ومملكة تاسيتي. ومن بعد ذلك تكونت دولة كوش، اللي هو من هو أول من أسس الدولة السودانية بالطريقة الرسمية؟ هو الملك ألارا، أسرة 25 اللي هي بتتداخل تاريخيا مع مصر الحالية
العليا لأنه قديما كانت السودان ومصر يسمونه مصر العليا ومصر السفلى. فدولة كوش لها مدن، كثيرين الناس بتقول حضارة، لكن حضارة كوش كانت واحدة تعددت المدن فقط. المملكة الأولى كانت كرما، المملكة الثانية كانت نبتة اللي هي بركل. بركل نفسها بالاسم النوبي برنكل اللي هي الكل بمعنى الحفرة، لكن هي تسمى بالوصايا الإلهية. فالمدينة الثالثة مدينة مروي اللي هي البجراوية اليوم. من هنا ندخل نعرف من هم حكامها. في الغالبية العظمى كانت كنداكات، نساء حكمن العالم. يا نساء يا ريت تسمعونا وتسمعوا تاريخكم الجميل ده يا اخوانا. عندنا الملكة، نحن حناخد 3 ملكات. واحدة من فترة الأسرات اللي قلناها فترة الواوات اللي هي مملكة تانا حسي أو تانا حسو ومملكة تاسيكي. الملكة نبرتاري، لكن للأسف يعني الكتابات أثرت فيها، تعرف إنها كانت الزوجة الإلهية للملك آمون. أول قائدة جيش كانت هي قائدة الجيوش، يعني في الفترة ديك ما كان في مرأة بتتقلد مناصب القيادة للجيوش، فتقلدت وكانت مشهورة بجمالها ومشهورة بذكائها ومشهورة بالحكمة والفطنة. وهزمت الهكسوس اللي هي الهكسوس طبعا ممالك كانت يا رب تتصدع وتغزو هذه، فتصدت لهم بالشجاعة فكتبوا عنها الكثيرين، فبيسموهم هي ومجموعة بيسموهم حماة أخناتون. نتكلم عن الكنداكة الثانية أماني ريناس. أماني ريناس كانت ملكة وحاكمة في نفس الوقت، لذلك أخذت لقب كنداكة. كنداكة تسمى للمرأة الحاكمة والملكة في آن واحد. أماني ريناس تقلدت المنصب بعد وفاة زوجها. مشهورة كانت بشجاعتها. عندما علم بأنه الإمبراطورية الرومانية غزت العالم وجاءت غزت مصر وعملت حامية في أسوان، جهزت جيشها ب30,000 رجل وقادت الجيش بنفسها وطلعت، ما انتظرت يجوها في أرض الملوك، طلعت لهم في أسوان عشان تلقنهم درس للرومان، لأنها كانت في الفترة دي السطوة الرومانية كانت على كل أرجاء العالم. حتى يقول يعني في بعض المصادر بتذكر إنه في الفترة دي كان غزو الجزيرة العربية، فقادت الجيوش وأخذت ابنها الوحيد اللي هي كانت طبعا متزوجة من الملك تترع قلس، فابنها الوحيد أخذته وطلعت على رأس الجيش وهزمت الرومان في أسوان، واعترضت الحامية الرومانية في أسوان، وما وقفت على كده، تقدمت بجيوشها إلى جزيرة الفيلة، فقتلت اللي هو كان الجيش الروماني هرب إلى الفيلة، قطعت رأسه وشالت رأسه معاها وأخذت أسرى من الجيش الروماني وأخذت جزء من التماثيل ورجعت إلى ديارها وقدرت تراسل قائد الجيش عشان تلقنهم الدارس وتوريهم يعني العبرة في إنه ما حتقدروا تدخلوا بلادنا. علم طبعا حاكم
الأماكن الإمبراطورية الرومانية، فجهز الجيش بصورة أقوى من الأول على أساس إنه يمشي يحاربوا أماني رينز. هو استطاع إنه ينقل الجيش جنوبا وتراجع إلى المحرقة وبينها. طبعا قلنا دخلت فهم في بعض الروايات يقول الجيش وصل إلى القصر وأخذوا الرأس، لكن روايات ضعيفة إلى في كل المصادر. توفيت ودفنت في جبل الحكم. والله في فيلم تقريبا مدته دقيقتين، يا ريت نحضروا الصوت. In 24 BC, during a campaign in Arabia, in the absence of the chief magistrate regent, Cornelius Gallus, the new Roman provincial chief magistrate regent, attempted to impose taxation on the kingdom of Kush. And Amenarenas wasn't having any of that, so she and her son Akinidad led the Kushite army into the Roman territories and launched an attack on the Romans, defeating them at Philae and Syene, south of Egypt. After their victory, the Kushite army brought back a bronze depiction of the head of the Egyptian emperor Augustus Caesar, and Queen Amenarenas buried the head under the steps of the entrance of the royal palace. When the new governor of Egypt, Gaius Petronius, who always referred to Amenarenas as the one-eyed Candace, launched a counterattack on the Kushite army with about 10,000 Roman soldiers, pushing deep into their borders, driving the Kushites out of Syene, reclaiming territories, and taking on many Kushites as slaves. Amenarenas did not yield, even after losing her son in battle. She repeatedly launched several counterattacks, including a failed attempt to attack the Roman garrison of Paris. Still, the Kushite forces refused to concede defeat. Their resistance was beginning to be overwhelming for Roman forces that later in 24 BC, both Amenarenas and Augustus Caesar both agreed to a peace treaty that freed Kush from Rome. Amenarenas spent most of her life fighting to defend her kingdom from invaders. In 4226, giving Kush another 300 years of freedom from the Romans. Though the kingdom of Kush was abolished in 550 AD, in 1914, some archaeologists dug up the head of Augustus Caesar's statue, the one which had been buried in the entrance of the palace by Queen Amenarenas. Today, Amenarenas remains one of the most significant female African rulers. As if it wasn't for her bravery and strategic leadership, the kingdom of Kush would be left behind in Romans. في المعركة دي عينة، فكانوا بيسموها المسترجل العوراء كما سماها العالم سترابو. الآن نتحدث عن الكنداكا
أماني شاخيتي أو أماني شاخيتي. أماني شاخيتي ورثت الحكم بعد وفاة أماني ريناس. مشت برضها بذات النهج، يعني مشت في نفس قوتها، وكانت محافظة على القوة حقتها. بعض المصادر بتذكر إنه الرومان عملوا اتفاقية في عهد ريناس، ولكن كانت هي في نهايات عهد ريناس، اللي هي لما يعرفوا إنها هي امرأة قوية أماني ريناس، فخاف الحاكم من إمبراطورية الرومان ودخل مع أهل كوش اتفاقية السلام. اكتفى بحدوده، طبعا كان في إبريم، وعفى الكوشيين من دفع الجزية. فالناس بيقولوا كان في الفترة حقت أماني شاخيتو كانت في هجمات، لكن أماني شاخيتو كانت بتتصدى للحملات دي بنفس قوة ريناس. فأماني كانت مشهورة إنها من النساء الثريات، فكانت بتقتني المجوهرات. ظهرت في معبد أبادماك ومعبد آمون، ظهرت بمجوهراتها. للأسف مجوهرات هرمها كان في مروي اللي هي البجراوية الآن، ولكن للأسف سرقت مجوهراتها ووصلت إلى أوروبا. الآن موجودة في متحف ميونخ باسم مجوهرات الكنداكا أماني شاخيتي. دي فترة السلطة عند النساء في مملكة كوش. الآن نشوف دور المرأة النوبية، دور المرأة الكوشية النوبية في الكتب السماوية. صافورة كانت كوشية وذكرت في سفر العدد بإنها من كوش. التقى بها سيدنا موسى كليم الله، فدخل قريتها. طبعا كان غريبا، والقصة مشهورة الفتيات والرجل الغريب، إنه حماه ومشى خلاهم هم كانوا في مورد المياه، ساعدهم إنه يشربوا وتشرب أغنامهم، وساقهم أخذهم بشبههم إلى ديارهم. فحدثوا البنات، حدثوا أبوهم بأنه في رجل، الرجل القوي الأمين فعزموه جاء في البيت، فزوجوه صافورة